تعالى احكي لكم حكايه حقيقيه هنا في برلين وفي شبهها كتير قوي للاسف. واغلب البنات هنا ما بتتجوزش بسبب الحوار ده، او البنات اللي في الغربه مش بتعرف تلاقي فرصه زواج مناسبه بسبب الموضوع ده. في بنوته جميله اتجوزت واحد هنا 2 ما زعلهاش ولا مره، كانت فرحانه وطايره قوي يعني فكره ان جوزها كويس وربنا عوضها خير، لانها كانت عايشه حياه وحشه في بيت اهلها. وبعد ما اتجوزته بقالها 2 عمره ما صلى، دي الحاجه الوحيده العيب الوحيد اللي فيه، فهي بتزن عليه انه يصلي 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 يصلي. فراح في مره فهي بتكلمه على الجنه والنار وكده، قال لها انت مصدقه الكلام ده؟ البشر مش عارفه موجودين من كام سنه، والديانات اتعملت من 2000 سنه، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها جنه ولا نار ولا الحاجات دي. اتخضت، اكتشفت انه لا ديني. وفي زيه كتير قوي. انا واحده شخصيا تقدم لي شخص لا ديني، يعني بعد انفصالي تقدم لي شخص لا ديني، وطبعا طبعا طبعا رفضت، لان الاغلبيه اللي هنا في المانيا او في برلين تحديدا، الا من رحم ربي طبعا، بس ده الاغلبيه. الولاد اغلبهم بيشربوا، عايشين حياه وحشه مثلا مع الستات والدنيا بيس وشايفين الحاجات دي عاديه. اغلبهم لا دينيين، ما لهمش دخلوا في سكه التاتوهات وبتاع والجو ده. فالموضوع ده مقلل فرصه يعني احنا عندنا في الدين في الاسلام ان الراجل عادي يتجوز واحده مش مسلمه اصلا، بس البنت عادي مش عادي انها تتجوز حد يعني زي كده مش مسلم. بنات كتير يا حبايبي بيبقى مثلا عايزه تفتح بيت واسره ومش عارفه ايه والجو ده، وتلاقي نفسها اتورطت في حد زي كده، او اتورطت في حد لا ديني، او اتورطت في حد ملحد، او اتورطت في حد بيشرب وبيعمل كبائر ويزني ويعمل كبائر. ويرجعوا بعد كده يقولك اصل البنات لما بتيجي اوروبا بتطلب الانفصال، البنات لما بتيجي اوروبا بتتطلق. طب ما هي اكيد ما فيش، انا بقى واحده ست اهو وعارفه يعني ايه بيت ويعني ايه اسره والجو ده. مفيش ست على وجه الارض هتبقى عايزه تخرب بيتها من فراغ، اكيد عندها سبب كبير قوي خلاها وصلت للليفل ده. فما تصدقوش اي حاجه كلام يتقال، لان بجد هنا الوضع يلا ربنا يصلح الحال.